بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحل امتحان 19 محافظة قنا علوم تالتة اعدادي ترم تاني كراسة التدريبات اليومية لكتاب الامتحان 2024. السؤال الاول اختر. رقم 1. طبعا لقانون اوم عند ثبوت درجة الحرارة اذا زاد فرق الجهد الكهربي بين طرفي موصل للضعف فإن مقاومة هذا الموصل تتضاعف ولا تقل للنصف ولا تظل ثابتة ولا تزداد إلى 4 أمثالها. فاكرين في قانون أوم لما كنا بنغير فرق الجهد ونيجي نعين المقاومة نلاقي المقاومة ثابتة، ج على ت بتساوي م، كل مرة م هياها، إذن تظل ثابتة مقاومة الموصل. طيب رقم 2. أي من الصفات الآتية سائدة في الإنسان؟ الشعر الناعم ولا العيون الضيقة ولا شحمة الأذن الملتحمة ولا عدم وجود النمش؟ عدم وجود النمش دي صفة سائدة، بقية الصفات متنحية. طيب رقم 3. يمكن التحكم في قيمة المقاومة الكهربية بالدائرة الكهربية باستخدام جهاز الأميتر ولا الفولتميتر ولا الأوميتر ولا الريوستات؟ الريوستات هو اللي بيغير المقاومة، إنما الأوميتر بيقيس المقاومة، بيقيس قيمتها، إنما اللي بيتحكم فيها الريوستات. طيب رقم 4. التركيب الجيني لنبات بازلاء قصير الساق أزهاره بيضاء هو؟ قصير الساق صفة متنحية وأزهاره بيضاء برضو صفة متنحية، إذا كله سمول. تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول، أيوة تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول. طيب رقم ب. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. رقم 1. يقل تركيز المتفاعلات أثناء التفاعل الكيميائي، صح. طيب رقم 2. يتحكم هرمون الكالسيتونين في مستوى الكالسيوم في جسم الإنسان، صح. طيب رقم 3. عندما يزداد إفراز هرمون الثيروكسين في مرحلة الطفولة يعاني الإنسان من العملاقة، غلط، ده لما يزيد إفراز هرمون النمو يعاني من العملاقة. طيب رقم 4. الأكسدة عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر، صح. طيب رقم ج. احسب كمية الكهربية التي تمر عبر موصل مقاومته 2200 أوم لمدة دقيقتين إذا كان فرق الجهد بين طرفيه يساوي 220 فولت. هنجيب ت بتساوي م على ج. م ب2200، ج على م، ج 220 وج ت بتساوي ج على م، ت بتساوي ج على م، ج ب220 وميم ب2200 هتساوي 1/10 أمبير. وبعدين هو عاوز كمية الكهربية، كف هتساوي ت في زين، ت ب1/10 وزين دقيقتين ب120 هتساوي 12 كولوم. طيب بعد كده السؤال التاني، أكمل ما يأتي. ام جي زائد CuSO4 يساوي ام جي SO4 زائد، ده إحلال فلز محلها فلز آخر في محلوله، الام جي حل محل الCu وطلع الCu لوحده اترسب رسب أحمر. طيب رقم 2. 2NaNO3 يساوي انحلال نترات الصوديوم بالحرارة ينتج نيتريت الصوديوم NaNO2 زائد O2. طيب رقم 3. يستخدم جهاز لقياس القوة الدفعة الكهربية للبطارية، الفولتميتر. طيب رقم 4. تنتج المولدات الكهربية تيارا مترددا، المولد بيطلع تيار متردد. طيب رقم ب. ادرس الشكلين التاليين ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منهما. رقم 1. في الشكل المقابل عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى الخرسين يتصاعد غاز ويتكون ملح، خرسين زائد HCl يساوي ZnCl2
زائد H2. خرسين حل محل هيدروجين الحمض، قعد جنب Cl، نتج ZnCl2 وطلع غاز الهيدروجين. ما نوع التفاعل السابق؟ إحلال فلز محل هيدروجين الحمض. طب الغاز المتصاعد هو هيدروجين. طب الملح المتكون هنا كلوريد الخرسين. طيب الرسمة التانية، المخطط التالي يوضح تلقيح خلطي بين نبات بازلاء بذوره صفراء نقية مع نبات بازلاء بذوره خضراء. ده البذور الصفراء عشان كابيتال صفة سائدة، وده البذور الخضراء صفة متنحية. الجيل الأول هيطلع واي كابيتال واي سمول، هنا الجميتة هتبقى واي كابيتال وهنا الجميتة واي سمول. الناتج واي كابيتال واي سمول، بذور صفراء. هجينا التركيب الجيني لأفراد الجيل الأول واي كابيتال واي سمول، عاوز التركيب الجيني يعني الرمز. طيب رقم 2، في الجيل الثاني تكون نسبة النباتات ذات البذور الخضراء. احنا عارفين ان مندل عمل تلقيح بين نباتين بازلاء كل واحد يحمل صفة نقية مضادة للآخر، فنتجت الصفة السائدة في الجيل الأول بنسبة 100%. وبعدين لما تزاوج أفراد الجيل الأول نتجت الصفة المتنحية في الجيل الثاني اللي هي البذور الخضراء بنسبة 25%. البذور الخضراء 25%. طيب رقم ج، لديك 4 أعمدة كهربية متمثل قوة الدفع الكهربية لكل منها 1.5 فولت. وضح بالرسم فقط كيف يمكنك توصيلهم معا للحصول على بطارية قوتها الدفع الكهربية مقدارها 3 فولت بطريقتين مختلفتين. عندنا 4 أعمدة عايزين نوصلهم بطريقة بحيث نحصل على بطارية قابضة الكف ليها 3 بطريقتين. هم 4 أعمدة، هنوصل 2 توازي و2 توازي مع بعض على التوالي، يبقى دول كده ب1.5 ودول ب1.5، يبقى 3. دي أول طريقة. طب الطريقة التانية 3 توازي مع 1 على التوالي، 3 توازي مع 1 على التوالي، دول كده هيبقوا ب1.5 وده 1.5، يبقى 3. دول الطريقتين، يبقى 2 توازي و2 توازي مع بعض على التوالي و3 توازي مع 1 توالي. طيب السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي رقم 1، حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر. ده تعريف الجهد الكهربي لموصل. طيب رقم 2، رسائل كيميائية تضبط وتنظم معظم الأنشطة والوظائف الحيوية في أجسام الكائنات الحية. الهرمونات. طيب رقم 3، التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن. معدل التفاعل الكيميائي. طيب رقم 4، الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول في تجارب مندل. الصفة السائدة زي المثال اللي فات كده، ظهر النباتات بذورها صفراء في الجيل الأول بنسبة 100%. طيب رقم ب، اختر من العمود ب ما يناسب العمود A. رقم 1، عند تسخين كربونات النحاس. كربونات النحاس اللي هي CuCO3 لما نسخنها ينتج CuO اسود، لون اسود، وCO2 إذا يتكون لون اسود. إذا 1/3. طب الصفة المكتسبة، صفة لا تنتقل من جيل إلى جيل. طب عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم، نترات الفضة
إلى محلول كلوريد الصوديوم يتكون AgCl راصب أبيض، يتكون راصب أبيض. طيب رقم 4، الحمض النووي DNA يحمل الصفات الوراثية للكائن الحي. طيب بعد كده رقم ج، اذكر طريقتين يمكن بهما زيادة سرعة التفاعل التالي: قطعة حديد زائد حمض الهيدروكلوريك المخفف يديني كلوريد حديد زائد غاز الهيدروجين يتصاعد. عاوزين طريقتين يزيد بها سرعة التفاعل. أول حاجة هنا الحمض مخفف، يبقى نستخدم حمض مركز، يبقى استخدام حمض هيدروكلوريك مركز. تاني حاجة قطعة حديد نستخدم برادة حديد، استخدام برادة حديد. في الحالتين هيزيد سرعة التفاعل الكيميائي مع البرادة ومع حمض الهيدروكلوريك المركز. طيب رقم 2، اذكر أهمية استخدام الطاقة النووية في مجال الطب، كشف وعلاج مرض السرطان أو الأورام. طيب رقم 4، صوب ما تحته خط. رقم 1، تفاعل حمض مع قلوي ينتج أكسيد فلز وماء، حمض وقلوي ينتج ملح ومية. طيب رقم 2، بعض التفاعلات الكيميائية تحتاج إلى عدة شهور لحدوثها، مثل تفاعل الزيوت مع الصودا الكاوية، ده مثل تفاعل صدأ الحديد. طيب رقم 3، القوة الدفع الكهربية لعدة أعمدة متماثلة متصلة على التوازي أكبر من القوة الدفع الكهربية للعمود الواحد، ده تساوي العمود الواحد. يعني لو وصلت عدة أعمدة على التوازي، ق الكلية هتساوي ق لعمود واحد. طيب رقم 4، يعتمد انتقال الشحنة الكهربية بين موصلين على شدة التيار الكهربي بينهما، على وجود فرق في الجهد بينهما، أو على الجهد الكهربي بينهما، فرق الجهد بينهما. طيب رقم ب، استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات. تيار كهربي ثابت الشدة، تيار كهربي متغير الشدة، تيار كهربي يمكن نقله لمسافات قصيرة فقط، تيار كهربي يستخدم في عمليات الطلاء الكهربي. مين المختلف؟ تيار كهربي متغير في الاتجاه، والباقي التيار المستمر، تيار مستمر يمكن ثابت الشدة، يمكن نقله لمسافات قصيرة فقط في العمليات الطلاء الكهربي. دي حاجات تنطبق على التيار المستمر. طيب رقم 2، تفاعل إحلال فلز محل هيدروجين الماء، تفاعل حمض مع قلوي، تفاعل حمض مع ملح، تفاعل محلول ملح مع محلول ملح. مين المختلف؟ تفاعل إحلال فلز محل هيدروجين الحمض، والباقي إحلال مزدوج. طيب رقم 3، الغدة النخامية، الغدد اللعابية، الغدة الدرقية، الغدتان القذريتان. مين المختلف؟ الغدد اللعابية، والباقي غدد صماء. طيب رقم 4، أزهارها خنثى، قصر دورة حياتها، سهولة تلقيحها صناعيا، صعوبة زراعتها. مين المختلف؟ صعوبة زراعتها، والباقي مميزات نبات البازلاء. طيب رقم ج، علل تحفظ الأطعمة في الثلاجة. ليه؟ لأن درجة الحرارة المنخفضة تعمل على تقليل سرعة التفاعل التي تحدثها البكتيريا مع الطعام، والتي تسبب تلفه. شكرا لكم.